معانا في العروض قطعة مميزة جدا. دي بولة وندرلين. البولة دي زي ما انتم شايفين التصميم بتاعها احنا بنقول عليه انه صديق المعلقة، عشان ده بيساعدني وانا بقلب الكيكة بتاعتي فيها فبتبقى حلوة جدا. زائد انه البولات في تابروير من الحاجات اللي بنقول عليها انها محكمة الغلق. دايما لو عايزه اقفل اي بوله هقفلها من ورا لقدام بالطريقه دي، وبعد كده الجزء ده بيبقى محتاج اشده سنه كده وهفرغ الهواء وارجع اقفل البوله بتاعتي تاني. لو انت عملتي فيها عجينه او تبلتي فيها لحمه او اي حاجه هتحطي الحاجه بتاعتك. لو عجين هحركها بالطريقه دي ان انا اقلب المكونات. ممكن كمان بالطريقه دي يساعدني برضو في التقليد. لو انت متبله لحمه او فراخ نفس الكلام بحركها بالطريقه دي، وممكن كل ساعتين في التلاجة ان انا بقلبها بالطريقه دي وارجع تاني اعدلها واعملها كده بحيث ان اخلي اللحمه او الفراخ بتاعتي تتشرب التتبيله اللي انا حطاها. ممكن استعملها برضو العكس، احيانا يبقى عندك كيكه بواقي كيكه او حاجه ممكن احطها هنا واستخدم ده هو الكفر بالطريقه دي، تبقى برضو حلوه جدا في الاستخدام. طبعا احنا بنقول اي بوله دائريه هي محكمه 100%. البولات الدائريه بستخدمها للاكل المتقطع مطبوخ زي السلطه لفروت سلطه. الحاجات دي تبقى بنقول الحاجه اللي بتتقطع بتبقى خلاص ما بتتنفسش، فبالتالي ممكن تدي مجال للبكتيريا انها تنمو عليها. ببقى محتاجه ان انا اقفلها، وزي ما قلنا ان انا افرغ الهواء اللي فيها. دايما لازم يكون كميه الاكل اللي في البوله مناسبه لحجمها، يعني ما ينفعش يكون بس تلت مثلا في اكل وفي فراغ، عشان الفراغ ده ممكن يساعد على نمو البكتيريا. لازم دايما تبقى البوله بتاعتي مليانه. ممكن استخدمها برضو بره التلاجة لو عايزه استخدمها لبسكوتات، لاي حاجه ناشفه بتفضل ناشفه او طريه وتفضل طريه. عندنا البوله دي نازله وبتاخدي عليها طقم المكاييل ده هديه. زي ما انتم شايفين دي 5 مللي، سوري دي 1 مللي ودي 2 مللي ودي 5 و15 و25. قطع حلوه قوي للمكاييل، طقم حلو قوي وفرصه انك انت تحصلي عليه وتقدري تستخدميه كمان في الهدايا.